بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم. باشمهندس باسم هشام معاكم النهاردة بإذن الله مكملين في أمثلة على الصناعات المختلفة باستخدام درايف ووركس برو. النهاردة معانا مثال في حاجات جميلة جدا عايزين نتعرف عليها مع بعض بإذن الله. المثال ده هو الفولدنج دور، وفي صناعات كتيرة جدا وصناعة الأخشاب والأبواب والحاجات دي كلها والشبابيك. صناعة مهمة جدا وبيكون فيها تفاصيل وتعديلات كتير. ففكرة ان انت تعمل كونفيجريتور بالشكل ده يساعد الكاستمر ان هو يختار التفاصيل اللي هو عايزها ويحدد الاكسسوارز والبينت ونوع الخشب والكلام ده كله، بدون ما تدخل انت في الهيدك ده. دي حاجة جميلة جدا وهتساعدك ان انت زي ما قلت قبل كده ان انت تركز في الار ان دي وتركز في برودكت تاني بجانب البرودكت ده. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على الاجريكلتشر تريلر والتريلر، ودول صناعات يعتبر صناعات معقدة وتقيلة. والنهارده الفولدنج دور ممكن ما يكونش بنفس التعقيد بتاع الحاجات اللي قبل كده، بس برضو في نقط مهمة هدفها وهدف الفيديو ده ان احنا نتعرف على الاوبشنز اللي نقدر نضيفها في الكونفيجريتورز. وزي ما قلت لحضرتك انت ممكن تعمل الكونفيجريتور ده يكون اوفلاين وتستخدمه في الشركة، ممكن تعمله اونلاين يستخدمه الكاستمر، او حتى لو حد عندك في الشركة عايز يستخدمه بس هيستخدمه عن طريق ان هو ياكسس على الانترنت. الكونفيجريتور ده زيه زي باقي الكونفيجريتورز اللي عاملهم هم درايف ووركس نفسهم عشان يوضحوا الامثله المختلفه اللي تقدر تستخدم فيها البرنامج والكابابيلتيز الرهيبه اللي انت بتحصل عليها باستخدام البرنامج ده. النهارده معانا الفولدنج دور، تعالوا نشوف مع بعض ده انت كشركه بتصنع الفولدنج دور ده وبتبيع الفولدنج دور ده للعملاء. تعالوا نشوف مع بعض ايه الحاجات اللي تقدر تضيفها في الكونفيجريتور بتاعك. تعالوا نعمل تراي اكزامبل كده. تعالوا ندوس ستارت. تمام، زي ما حضرتك شايف ده كده الفولدنج دور، والاكسبيرينس اللي انت بتديها للكاستمر بتاعك طبعا اكسبيرينس استثنائيه ان هو يشوف الفولدنج دور اللي هو عايزه من قبل اساسا ما يطلبه، من قبل ما يتصنع. وخلي بالك يا باشمهندس ان الكلام ده كله مربوط بالسوليد ووركس اسمبلي بتاعك، فاي تعديل بيتم هنا على الكونفيجريتور هو اوتوماتيك بيسمع في السوليد ووركس اسمبلي. طيب تعالوا نتعرف كده على الكونفيجريتور. زي ما حضرتك شايف احنا هنا بنتفرج على الفولدنج دور من بره، عندنا بعض التفاصيل. وزي ما واضح هنا ان احنا عندنا 6 خطوات عشان نعمل سبميت للكوتيشن، وواضح ان احنا هنا بنقدر نتحكم في الويدث والهايت، وعندك سمري، وعندنا انسايد واوتسايد فيو. تعال نجرب الانسايد فيو كده. ده المنظر من الداخل وده المنظر من الخارج. وزي ما حضرتك شايف التوتال برايس، وقلت لحضرتك قبل كده ان الكوست دي احنا بنكون عاملين انتجريشن ما بين درايف وركس وما بين السيستم اللي حضرتك بتستخدمه عشان يحسب الكومبوننت اللي موجوده في السوليد وركس اسمبلي بناء طبعا على البيل اوف ماتيريالز اللي موجوده. فاحنا هنا تعالوا نبدا نجرب كده نكونفيجر البرودكت ده. اول حاجه نبدا نشوف الويدث، ومن الواضح ان الويدث بيتغير اوتوماتيك زي ما حضرتك شايف. لو حابب تغير الهايت برضو ده بيتغير اوتوماتيك. الكلام ده احنا عرفناه في الكونفيجريتور اللي فات، وبرضو ظاهر معانا الاوبشن ده في الفولدنج دور. برضو عندنا في سامري برضو موجوده تقدر تعمل لها هايد وشو. الحاجات دي كلها كاوبشنز يا باشمهندسين، بس مجرد ان انت بتعرف ان هي موجوده. لو انت حابب بقى تبني الكونفيجريتور بتاعك احنا بنبدا نشوف انت حضرتك عايز تضيف فيه ايه ونبدا نعمله بالشكل اللي حضرتك حابه. فاحنا هنا خلصنا اول اوبشن اللي هو خاص بالويدث والهايت. تعال ندوس نيكست. هيبدا يسالك بعد كده اختار النمبر اوف فولدنج بانلز، فاحنا هنا عندنا 4 فولدنج بانلز. لو حابب ان انت تزود الفولدنج دور بتبدا تزوده من هنا. وخلي بالك احنا بنظبط الكونفيجريتور بناء على الويدث اللي مفتوح في الوول نفسه، وبناء عليه بنبدا نحسب في كام دور، وكل دور هيبقى الويتس بتاعه كام. فالموضوع ده بيتحسب عادي يعني تمام. وهنا بتقدر تختار الفريم ماتيريال، فانت لو عايزه مثلا سيدار، عايزه مهوجني، شوف انت حضرتك حابب الماتيريال بتاعت الدور تكون عاملة ازاي. انا شايف المهوجني كويس. تمام، ونخليه 5 بانلز. وزي ما حضرتك شايف المينيمم والماكسيمم ظاهرين للكاستمر، فهو مش هيختار حاجة غلط. هنختار الاوبشن اللي بعد كده. طبعا المونتنز والفيرتيكال مونتنز، لو انت عايز تعرف العميل يعني ايه مونتنز فانت ممكن تهايلايت كلمه كده وبعد كده تدخله بقى على البرودكت هيلب يعرفه ان المونتن ده هو ستريب من الوود او الميتال بيتحط ما بين الخشب او الشبابيك، يعني عشان زي الدعامه كده يا باشمهندسين. فطبعا المينيمم زيرو والماكسيمم في كل واحده بيختلف، فانت لو حبيت تزود بالشكل ده بنزود.
وخلينا واحده فيرتيكال ماونت بالشكل ده. تمام. و... وعندنا انواع برضو مختلفه من الجلاسز، طبعا هي مش باينه هنا بس لما بتختار بيبدا يتغير اسمها. خلينا اللامينيتد ده مثلا. ماشي. وبعد كده تعالوا ندوس نيكست. طيب انت عايز بقى الهنجد والهاندل بتاعت الدور دي تكون معموله من ايه؟ الفينش بتاعها عايزه ستيل ولا براس ولا روز جولد زي ما حضرتك حابب. طبعا احنا هنا هنحب الروز جولد اكتر. تمام. وبعد كده نعمل نيكست. بتبدأ تكتب الكومباني ديتيلز، وقلت لحضرتك ان الكومباني ديتيلز دي بتيجي من السي ار ام بتاعك، الكاستمر بتوعك انت عارف التفاصيل بتاعتهم. او ممكن كمان نعمل اوبشن ان الكاستمر لو كاستمر جديد يبدأ ان هو يكتب التفاصيل بتاعته. بس احنا هنا بنتكلم ان هو الداتا دي متاخده من سي ار ام او متاخده من سيستم موجود عليه الكومباني ديتيلز اوتوماتيك. فاحنا هنا هنختار هنسيبها زي ما هي مش هتفرق معايا. وبعد كده ندوس نيكست ونعمل بليس للاوردر. طبعا عندنا سمري زي ما اتعودنا، والواضح ان انا لما اعمل بليس للاوردر هيبدا يطلب مني الايميل والباسورد والاسم، وطبعا الريسيلر نيم اللي انت مشتري منه سوليد وركس والدرايف وركس. فالفكره ببساطه يا باشمهندسين، انا طبعا مش هعمل جنريت، احنا عرفنا بنعمل جنريت ازاي في اول فيديو. لو ما شفتش ايه اللي بيحصل لما بنعمل بليس للاوردر ارجع شوف الفيديو الاولاني. هي الفكره ببساطه ان احنا خلاص اول ما بنعمل سبميت بيبدا يعمل جنريت للموديل، بيروح يكلم الاوتو بايلوت بيقول له ان في جاي لك كوتيشن. لو حصل كونفيرم على الكوتيشن ده خلاص والراجل دفع، بيبدا سوليد وركس بيشتغل ويفتح اوتوماتيك ويعمل بقى موديلنج لكل الحاجات والتعديلات اللي انت حضرتك عملتها زي الاوبشنز اللي حضرتك مختارها بالظبط. وعرفنا ان هو بيطلع بيل اوف ماتيريال والتفاصيل بتاعت الموديل كلها اوتوماتيك ايا كان انت عايز ايه. عايز بقى دي اكس اف، عايز دروينجز، عايز اسمبليز، عايز بارتس، كل الكلام ده بيطلع اوتوماتيك من الاوتو بايلوت. وانت عند حضرتك بقى ككاستمر بيوصل لك تفاصيل الكوتيشن والبيل اوف ماتيريال لو حضرتك حابب، وكل ده بيحصل له جنريت اوتوماتيك. فالفكره كانت بسيطه في الكونفيجريتور ده. حبيت بس اعرف حضرتك ان انت برضو عندك اختلافات كبيره ما بين كل كونفيجريتور والتاني. بس انت هتبص تلاقي بعد ما ناخد اكتر من كونفيجريتور هتبص تلاقي ان الافكار الى حد ما آم، معتمده على البرودكت نفسه. فزي ما انت تحب بقى تضيف تفاصيل في البرودكت بتاعك زي ما حضرتك تحب. ده كان الفيديو معانا النهارده. اشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام عليكم.